أكبر غلطة وقع فيها زبون وخلته يخسر 8 ملايين ليرة، وأنت ممكن توقع فيها إذا ما انتبهت. خليني أقول لك أهم 3 شغلات لازم تنتبه لها قبل ما تشتري سيارة مستعملة. أول شغلة لعبة الدهان، أكثر كذبة منتشرة إنه السيارة دهان وكالي وخالية. لا تعتمد على كلام حدا، يا أما بتفحص السيارة عن شخص ثقة من طرفك، يا أما بتجيب معك مغناطيس صغير وبتمرره على الأبواب والرفاريف، وإذا في أماكن ما لزق فيها معناها في معجون سميك شوي وفي وراه سر كبير. ثاني شغلة العداد، يعني بيقول لك إنه سيارة كارت ال 2010 وماشية 50,000، إي والله بسكليت بتمشي أكثر من هيك. حاول تاخذ السيارة على الوكالة وتفحصها على الكمبيوتر، أو حاول تطلب دفتر صيانة أو صور فحص قديمة. وإذا البائع عم يتهرب من هذا الموضوع لازم تعرف إنه العداد ملعوب فيه، وعداد السيارة الحقيقي ممكن يكون دبل. ثالثاً الميكانيكي من طرف البائع، واللي هي أخطر شغلة. لما البائع يقول لك لا تخاف عندي ميكانيكي شاطر، ما بيصير تلد عليه، ولازم تفحصها عن طريق شخص من طرفك حصرا ويكون ثقة وخبرة. ولازم تكشف على أساسيات السيارة مثل الشاسيه والأرضية والدعامات. يعني مبدئيا هن هدول أخطر المشاكل اللي ممكن يوقع فيها شخص عم يشتري سيارة مستعملة. لهيك لازم تنتبه ولا تخلي تعب سنين يروح بغلطة نص ساعة. وإذا مهتم بمعلومات أكثر عن هذا المجال تابع سوريا موتورز، ودائما تذكر أنه سيارتك اختيارك مو قضاء وقدر.